وجهت القوات المسلحة الملكية ضربة عسكرية وصفها المختصون بالموجعة والمؤلمة إلى مرتزقة البوليساريو في الساعات القليلة الماضية. وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى إصابة أزيد من 5 أفراد منتمون للعصابة بجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل عناصر المرتزقة المصابين إلى المستشفى العسكري عين النعجاء التابع للعصابة، حسب ما أوردت مجلة وطنية متخصصة في الشؤون العسكرية. بالمقابل يروج حديث عن وجود صيد ثمين ضمن ضحايا القصف المغربي، في إشارة واضحة إلى إصابة إحدى القيادات الكبيرة في صفوف مرتزقة العصابة. من جهة أخرى، ووفق المصدر المذكور، فطائرة مسيرة تابعة للجيش المغربي رصدت 4 سيارات خفيفة وشاحنة كان متجهة غربا نحو حدود المنطقة العازلة المغربية. لكن المثير، ودائما حسب المجلة، أن الطائرات المغربية تتبعت الأهداف المتوجهة غربا نحو حدود المنطقة العازلة المغربية، وهي سيارة خفيفة واحدة على متنها 4 ركاب وشاحنة نصف مغطاة. وتجنبت تتبع 3 سيارات عبارة عن أهداف تمويهية استمرت في سيرها جنوبا. نفس المسيرة استمرت في الترصد والمراقبة حتى وصول أهدافها لمركز تجمع قوات المرتزقة بمنطقة أغوينيت، وهو عبارة عن بناية متوسطة الحجم بنيت في الثمانينات القرن الماضي داخل المنطقة العازلة. وأضاف المصدر أن الطائرة المسيرة المغربية، وبعد مراقبة وترصد وتتبع للأهداف، تكفلت بشن قصفها واستهدفت في المقام الأول شاحنات المرتزقة وسياراتهم فور توقفهم داخل مركز أغوينيت.